النهارده؟ احنا وصلنا النهارده حوالي الساعه 2 الظهر كده، وصلنا الاوتيل. اللعيبه دخلت ريحت وللاسف ما كانش فيه اي ملعب يعني فيه اي اضاءه، فاضطرينا ان احنا نتمرن في الجنينه اللي بتاعت الاوتيل يعني بتاعت الفندق. عملنا تمرين فك يعني لمده 45 دقيقه واللعيبه اتعشت دلوقتي، وبكره هنبتدي نشتغل باذن الله. عندنا يومين كويسين قبل الماتش. يعني ما اتمرنتوش النهارده حاجات خفيفه كده في الحديقه بس بتاعت الفندق؟ لا اتمرنا، انت عارف اللي هو الفك اللي هو خفيف ستريتشات وجري خفيف كده. طيب ميدو قول لي، يعني بتفكر في الماتش الجاي ازاي؟ وانا عارف ان الظروف صعبه جدا عندكم، يعني حسب ما اتحكى لي الملعب سيء، مدينه كيتوي مرتفعه عن سطح البحر حوالي 2500 متر، وده هيأثر في موضوع الاكسجين. برضو عايز اعرف، هل انت قدرت تخرج لعيبتك من هزيمه النادي المصري في الدوري ويركزوا في بطوله افريقيا؟ الحاجات دي مهمه جدا قبل الماتش. طبعا يعني طبعا بتبقى مهمه، يعني تبقى مهمه صعبه ان انت اللعيبه بالذات، ان هي يعني اللعيبه كانت زعلانه بعد الماتش اللي فات ان هم لعبوا بالاداء ده وبالشكل ده، وان هم يبقى واحده من افضل مبارياتهم وان احنا نتعرض لاول خساره. فاللعيبه كان عندها حزن كبير جدا، ويمكن في لعيبه يعني اكتر مره في حياتي اشوفهم ان هم زعلانين كده بعد الماتش اللي فات. وزي ما بقول لك زعلهم يا كريم مش من الخساره قد ما هم حاسين ان هم عملوا كل حاجه ومفيش توفيق ربنا ان احنا حتى نتعادل. لكن الكلام اللي انا قلته للعيبه ان ربنا يعني مش هيقفلها في كل حته، اكيد ربنا شايل لنا حاجه كويسه حتى مع سوء التوفيق الماتش اللي فات. وده اختبار من ربنا ان احنا لو كملنا بنفس الرجوله وبنفس الاداء وبنفس الاخلاص ان شاء الله ربنا هيفتحها علينا في بطوله افريقيا، ولا بنرجع بعد كده في بطوله الدوري باذن الله. طيب تفكيرك ايه كناحيه خططيه في الماتش الجاي يا ميدو؟ يعني هتلعب ازاي؟ عندنا مشكله كريم كبيره جدا ان احنا مش عارفين نحصل على اي شرايط. ودي يعني بنحاول بقالنا اسبوع 10 ايام، وحتى لما وصلنا هنا السفير بيحاول، مش عارفين نحصل على اي تسجيلات ليهم. انما يعني الحقيقه السفاره بتقوم بمجهود جبار معانا ان هم بيحاولوا يحصلوا على اي تسجيلات، وانا الحقيقه يعني بشكرهم على المجهود اللي هم بيقوموا بيه معانا من اول ما وصلنا. السفير رجاء مصر كان موجود معانا في استقبالنا وجي وصلنا لغايه هنا، وسايب مندوب من السفاره معانا. لكن ارجع تاني لموضوعنا كريم، انا المشكله الكبيره اللي بتواجهني هي ان انا مش عارف امكانيات الفرقه اللي انا لاعبها ايه. لكن هي اكيد لما فرقه وصل في دور 16 هتبقى فرقه مميزه. الواضح من نتائجهم، وانا دخلت قريت شويه تقارير عنهم، وجبت الجرايد في زامبيا في اخر اسبوع كلها قريتها، ان هم فرقه كويسه. عندهم لعيبه بيقدروا يحرزوا اهداف، والدليل على كده النتائج بتاعتهم ان هم تعادلوا 2-2 هنا وكسبوا 2-1 بره. فيعني هنحاول نحصل على تسجيلات في خلال ال 24 ساعه اللي جايه، لان زي ما انت عارف يا كريم دي بتفرق معانا كتير جدا، ان احنا بنقدر نعرف نقاط القوه ونقاط الضعف بتاعت الفرقه اللي هنلاعبها. دي بتفرق معانا كتير جدا في بناء الخطه اللي احنا هنلعب بيها. اكيد. طب يعني بس اكيد بنسبه كبيره احنا دايما عارفين ان انت ما بتيجي تلعب بره مصر في ماتشات افريقيا يعني بتزود العدد في نص الملعب وبتلعب بمهاجم صريح ومن تحتيه واحد مثلا زي محمد ابراهيم او حازم امام بيبقى عنده سرعات على اساس برضه يسحب فرقه نادي الزمالك في النواحي الهجوميه. يا ميدو يعني عندنا مشكله كبيره برضه يا كريم ان حازم لسه يعني ما اتمرنش ولا تمرينه. النهارده احنا عملنا له اشعه في مصر وعملنا له سونار في مصر وطلع ان هو سليم الحمد لله، لكن هو لسه حاسس بالم. فاحنا مستنيين نديله فرصه 48 ساعه الجايين دول، يعني يمكن ان هو يعني يتعافى من الاصابه. لكن انا طبيعه شغلي ان انا عمري ما هاخد مخاطره على لعيب ان هو يزود اصابته ايا كانت ايه الظروف. فلسه هنشوف قصه حازم. وبرده موضوع محمد ابراهيم، انت عارف برده محمد ابراهيم لعيب كوره مهاري، ويعني لازم عشان يبقى متواجد في الملعب لازم تكون الارض كويسه، لازم تكون ظروف الملعب مساعداه. كل ده هنشوفه لما نروح بكره ان شاء الله انا وحماده والجهاز، هننزل نشوف الملعب. على حسب كل الظروف دي هنحط الشكل اللي هنقدر نلعب بيه باذن الله. لكن تصورنا ان هو ماتش هيبقى فيه تواجد بدني اكتر من الناحيه الفنيه. ماتش هم طريقه لعبهم ان هم بيحاولوا يلعبوا
الكور الطويله، وان هم يحطوا الفرقه اللي قدامهم تحت الضغط عن طريق الكور الثابته اللي حوالين ال 18 والكور الطويله. مباراه شبيهه شويه ممكن بمباراه النيجر اللي احنا لعبناها الاولانيه، مع ان الفرقه دي فنيا افضل بعض الشيء. بالظبط. طيب ميدو، زعلان من قصه ان ما فيش رئيس بعثه، ما حدش من اعضاء مجلس الاداره بيسافر مع الزمالك، ولا الموضوع بالنسبه لك طبيعي عادي يعني؟ لا والله احنا عارفين الظروف يا حماده. المجلس يعني مش عارفين هيقعدوا ولا هيمشوا، انت عارف ظروف الانتخابات في النادي. فاحنا ما عندناش اي مشكله. احنا الحمد لله معايا ناس يعني عندها خبرات كبيره جدا في افريقيا زي حماده انور والكباتن كلها اللي معايا. وانا بحاول اقوم بالدور يعني اللي انا اقدر عليه كرئيس بعثه. والحقيقه يعني ان السنه استقبلونا استقبال جيد جدا، والسفاره ساعدتنا في حاجات كتير. وزي ما انت عارف يا كريم دايما في السفريات دي الحاجات دي بتفرق بشكل كبير جدا. عندنا برضو ميزه ان البلد هنا اللغه الاولانيه او اللغه الاولى بتاعتهم الانجليزي، فدي ده كويس ان احنا قادرين نتعامل معاهم، على عكس انجولا اللي وجدنا صعوبه كبيره فيها لان كانت اللغه بتاعتهم البرتغالي يعني. بالظبط. طيب ميدو، تحب تقول ايه لجمهور نادي الزمالك؟ ان البعض برضو قلقان على نتائج الزمالك في الدوري، ويعني اخر 3 ماتشات كان خساره من المصري وتعادلين مع اتحاد الشرطه وتليفونات بني سويف. والله يا كريم يعني احنا الحمد لله احنا بنخلص في عملنا، ده اللي بقوله لجمهور نادي الزمالك. بنحاول نطور الفرقه من مباراه لمباراه. في بعض الاوقات بيقابلك ممكن سوء توفيق، وانت شفت لو انت اكيد اتفرجت على ماتش المصري، احنا مضيعين 8-9 فرص، 8-9 فرص اكيد يعني، كور كلها جوه. قلت المباراه اللي فاتت كان من افضل ماتشات الزمالك، ولكن التوفيق كان غايب. انا كمدير فني يا كريم او كجهاز احنا قلقنا يبقى اكتر ان مثلا، او انت اكيد عشت مع كابتن حسن سنين طويله وهو ماسك المنتخب والزمالك وكل الفرق اللي هو مسكها، اكيد كنت انت تبقى حاسس ان هو ممكن يبقى اعلى واكتر لو فرقته ما بتوصلش للجول. بالظبط. فاهمنا يا كريم؟ انما احنا بنوصل للجول والحمد لله. يعني انا في رايي ان من اكتر المرات اللي فرقه الزمالك منظمه جدا، فرقه منظمه دفاعيا بشكل كبير، ما بيروحش علينا كور كتير. في الميزه اللي كانت موجوده او الايجابيات اللي كانت موجوده في مباراه المصري، ان احنا لما البنايه اتقفلت علينا قدرنا ان احنا نستغل العمق بشكل جيد جدا، وده الشغل اللي احنا اشتغلناه 3-4 ايام اللي قبل مباراه المصري. ويمكن هي دي المشكله اللي واجهتنا في مباراه الشرطه ومباراه التليفونات، ان كل الناس بتيجي تلعبنا بتقفل الاجناب بشكل جيد، لان هم عارفين ان احنا بنتميز بالسرعات على الاجناب. فدي كانت ميزه، وان احنا استغلينا الكرات الثابته الهجوميه بشكل افضل. فاحنا بنحاول ان احنا ناخد الايجابيات وناخد السلبيات برضو من المنتخب المصري، وهي اهدار الفرص السهله. زعلان من بعض زعلان من بعض اللعيبه. لا مش زعلان، لان انا النهارده ما اقدرش الوم لعيبه. كريم هو حاول وبيحاول. لا انا ما بتكلمش على ماتش المصري، انا حتى هنا من يومين 3 كده قلت ان، او من فتره كمان من 10 ايام، قلت ان ميدو قعد مثلا مع اسلام عوض اكتر من مره وقال يا اسلام شد حيلك، انا بديك في الماتشات ومديك فرصه، ولكن انت مش مديني المردود الايجابي ان يخليني اثبتك في التشكيل. مصطفى فتحي كان برضو انت اديته اكتر من فرصه، في نزل اكتر من مباراه، ولكن بيلعب الكره الصعبه فبتتقطع، فما بيبقاش بالشكل المطلوب. يعني انا حاسس كده ان انت من خلال تفكيرك في بعض اللاعبين كنت مستني منهم احسن من كده. لا اكيد كل مدرب يا كريم بيطمع ان يعني ياخد من لعيبته كل نقطه عرق منهم، وهياخد من لعيبته الافضل دايما، وده اللي بيتمناه. لكن انا عمري ما هفقد الامل في اللعيبه ابدا، يعني مش عارف صوت لعيب. حتى لو لعيب طلع في مباراه او 2 ممكن انا اكون مطلعه بمصلحته، بطلعه عشان اهدي الدنيا عليه، وبعد كده واشوف رد فعله. يعني انت زي ما انت عارف ساعات المدرب بياخد قرارات ان هو بيبقى اختبار، بيشوف رد الفعل بتاع اللعيب اللي شغال معاه ايه. لكن انا بتعامل مع اللعيبه كلهم يعني كانهم اخواتي بالظبط، وعايز فعلا ان اوقفهم على رجليهم. يعني انا صعبان عليا في بعض اللعيبه. نادي الزمالك اشتراها بفلوس كتيره جدا، دي نمره 1. نمره 2 الظروف ما ساعدتهمش ان هم يظهروا بالمظهر الكويس في بعض الاوقات، واكيد طبعا في بعض الاوقات هم ما ساعدوش نفسهم. ايوه. فبتمنى ان وجودي يكون يعني نقطه ايجابيه او نقطه تساعدهم في الوقوف على رجليهم مره ثانيه. يعني انا على سبيل المثال انا من اسعد الناس في الدنيا ان فتح الله وقف على رجليه مره ثانيه. فتح الله مميز جدا الفتره دي.
وعبد الواحد واحمد سمير لما لعب بشكل جيد جدا. يعني في لعيبه قدرت تستغل الفرصه بشكل كويس جدا. نور السيد على سبيل المثال، يعني نور السيد بيظهر بشكل مختلف تماما. مؤمن زكريا لعيب مختلف تماما. ففي لعيبه يعني استغلت الفرصه دي بشكل كويس جدا، وفي لعيبه لسه، لكن انا عمري ما هفقد الامل مع اللعيبه الثانيه دي. وان شاء الله مع الوقت كلهم هيرجعوا تاني لمستواهم اللي الناس كلها كلهم مستنيين نشوفهم بالشكل اللي هم يعني كانوا مستنيين قبل ما هم يجوا نادي الزمالك، مستنيين ان اللعيبه دي هتبقى اضافه لنادي الزمالك. ان شاء الله. ميدو معلش هسالك سؤالين قبل ما نقفل، وانا عارف بس احنا عايزين نطمن اكتر ونشوف تفكيرك ايه الفتره اللي جايه. احمد سمير يعني خروجه بره القايمه المباراه اللي فاتت والدفع بحماده طلبه، كان في سبب مثلا طبي او ولا انت كان ليك رؤيه ان احمد سمير ما يكونش؟ لا انا عايز اقول برضه كريم عشان الناس اتكلمت في النقطه دي. الناس اتكلمت في حته ان حماده طلبه مش مركزه الاساسي باك رايت. يعني برضه اتمنى ان الناس لما تيجي تقول اراء او تقول موقف تقول اراء مبنيه على حماده بيلعب باك رايت، كان بيلعب باك رايت فترات كتير. حماده طلبه في سموحه قبل ما يروح المقاصه كان مركزه الرئيسي باك رايت، المقاصه كان بيلعب باك رايت. وفي كاس مصر اللي نادي الزمالك خده حماده طلبه لعب كل المباريات كامله كلها باك رايت. فمش انا جيت اخترعت له مركز ولعبته في باك رايت وهو عمره ما لعبه. دي نمره واحد. نمره اثنين، ان لولا ان احنا استقبلنا هدف وان انا كنت عايز اغير الطريقه ل 4-4-2 واستغل قدرات عمر كباك رايت، انا عمري ما كنت غيرت حماده طلبه، لان انا في رايي ان هو كان من افضل اللعيبه في الملعب قبل ما يخرج دفاعيا وهجوميا. ايوه ده بعيدا عن احمد سمير. احمد سمير موجود في مباريات بيلعبها ومباريات ما بيلعبهاش، بيشارك الحقيقه بيأدي بشكل جيد جدا. في بعض الاوقات احنا بنبقى في لعيبه معينه عايزين نستغلها في مراكز معينه. على سبيل المثال ممكن في وقت من الاوقات ابقى عايز استغل حماده طلبه في مركز الباك رايت عشان ادي حريه لحازم ان هو يبقى عنده اندفاع اكتر في الناحيه الهجوميه، فمحتاج لعيب يبقى واقف له. ايوه في بعض الاوقات زي مباراه بتاعت انجولا الناس رمت 2 لعيبه على احمد سمير عندهم سرعات عاليه جدا، فانا عايز اوقف حماده طلبه على رجله لان هو ممكن يكون عنده حته السرعات في بعض الاوقات اقوى شويه من احمد سمير. فان انت انا خلاص ضامن ان احمد سمير لعيب عنده الخبرات وعنده حافظ مركزه بشكل كبير جدا. ففي بعض الاوقات بتبقى عايز تسوق لعيب تاني عشان لو احتاجته في المرحله اللي جايه، خاصه ان احنا داخلين على مرحله صعبه جدا سواء ان شاء الله لما نعدي في مباراه افريقيا او مباراه الدوري هنلعب قدام فرق بمستوى اقوى. فموضوع احمد سمير مفيش حاجه. احمد لعيب من اللعيبه الاساسيين عندنا. مش معنى ان هو بره ماتش او ماتشين ان هو بره، وهو كان بره قبل كده ودخل ودخل. واحنا برضه في نقطه ثانيه مهمه جدا يا كريم، ان احنا واكيد برضه انت كنت بتعاني القصه دي مع كابتن حسن، ان انت لما بتطلع لعيب بره الناس تقول لك تطلعه بره ليه؟ لما اللعيب نفسه بيلعب الناس تقول لك يا عم انت بتلعب ده ليه؟ فاهمني؟ ايوه. طيب قول لي موضوع مفيش مشكله، يعني خلاص انت وضحت الموضوع من الناحيه الفنيه، قلت ان احمد سمير راجل انا ضامن مستواه وهو حافظ مركزه، وبحاول يعني برضو يعني يكون في حد يكون بديل وعنده سرعات وعنده قوه زي حماده طلبه. وحماده طلبه على فكره من اللعيبه اللي عندها مرونه تكتيكيه داخل الملعب وبيلعب في اكتر من مركز. بالنسبه لعمر جمال الموضوع اتقفل خلاص؟ عمر جمال قصته انتهت مع الزمالك؟ والله هو قصته دلوقتي مع مجلس الاداره مش معاك كريم، وهو على فكره هو اللي نهى قصته مع الزمالك مش احنا. يعني انا اتكلمت في موضوع الاداره مش عايز اخوض فيه كتير، لكن هو اللي خد القرار ده مش احنا اللي خدناه. يعني مش عايز اطلع بره قصتنا، انما احنا عندنا مهمه صعبه جدا، وده الكلام اللي انا قلته للعيبه ان احنا اول حاجه تكملتنا في بطوله افريقيا دي هتكون اضافه كبيره للنادي، اضافه ماديه كبيره جدا. زي ما انت عارف 3 مباريات هتدخلوا عائد مادي كبير جدا للنادي، اللعيبه اللي محتاجاه والنادي محتاجه في ظل الظروف الماديه اللي احنا بنعيشها. نمره 2 انا عندي ثقه كبيره جدا ان لو ربنا كرمنا باذن الله وعدينا الدور ده ودخلنا دور ال8 ان احنا باذن الله هيكون لينا نصيب ان احنا نبقى موجودين في قبل النهائي والنهائي، لكن ان شاء الله ده كلام نتكلم فيه بعد كده. لكن الحلم دايما بيبتدي يكبر كل ما بتقرب من اكتر في الادوار الاخرانيه. فباكد كلامي تاني المباراه اللي عندنا مباراه صعوبتها في ان احنا حقيقي فعلا بنواجه المجهول، لان احنا مش الفرقه ما عندناش اي معلومات عليها، بنحاول نلم معلومات لكن مش عارفين ايه نقاط القوه ونقاط الضعف.
لكن ان شاء الله هننزل نلعب بالشكل المناسب اللي ما فيهوش اي مخاطره، ما فيهوش اي مخاطره لغايه ما نشوف الفرقه منظرها ايه، وعلى اساسها نقدر نعمل التعديلات جوه الملعب باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق يا ميدو. يعني اكيد كل المصريين بيدعوا لنادي الزمالك، والسلامي لكل الجهاز الفني وكل اللاعبين وبعثه نادي الزمالك بالتوفيق ان شاء الله في مباراه يوم السبت القادم الزمالك ونكانا ريد ديفلز في دوري ابطال افريقيا دور ال16. بشكر الكابتن احمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك، ويعني عرفنا منه كل حاجه بيفكر فيها الفتره الحاليه مع نادي الزمالك. طيب ده بالنسبه لنادي الزمالك. طيب نروح للاستاذ محمد صلاح، برضه بنحاول نكلم يعني